صديقي العزيز، عامل ايه؟ أرجوك ما تقلقش. للمرة الأولى هتسمع الكلمة دي هتفكر إني هكلمك في كلام حبة كده أو محتوى منافي للأداء. النهاردة أنا جاي أقول لك إن جرائم الابتزاز اللي بتحصل يوميا أغلب ضحاياها من الجانب الأنثوي، في بس نسبة صغيرة 15% من جانب الرجال. تعال نسمع القصة، ركز معايا. الحكاية بتبتدي إزاي؟ هيجيلك طلب صداقة على حسابك من أكاونت غريب عليه صورة بنت لطيفة، شعرها خمري، لبسها جذاب، غمازات على خدودها وعاملة بوز بط. طبعا قلبك بيدق وعلى طول بتوافق على طلب الصداقة، لأنك حسيت فجأة إنك كاظم الساهر، وبتبتدوا تتعرفوا على بعض وتفضلوا تتكلموا طول اليوم، تعرف عنك كل حاجة، اسمك وسنك وعنوانك. وطبعا انت بقيت بتخاف وبتغير عليها. تيجي سندريلا دي بتحسسك انها بنت مكسورة والدنيا جت عليها، وهتيجي تقولك انها يا شغالة في كوافير او محل لانجري او برفانات حريمي علشان تبدأ تحرك مشاعرك او غريزتك. وفي الحالة دي انت بقيت جاهز لمكالمة الفيديو علشان تبدأ تشوف وتعرف انت بتكلم مين. وفعلا بتلاقي واحدة جميلة وشكلها زي ما تخيلت بالظبط وشفت صورتها، وفجأة تقولك الدنيا حر وتخلع جزء من هدومها، وفجأة بتخلع انت كمان هدومك وبتبقى في مورة سيد العريان. طبعا بعد ما تبقى سلبوتة البنت بتيجي على جنب وتلاقي واحد طلع من جنبها وبيقولك نورت يا وحش، احنا سجلنا الشات فيديو ولو عايز نذيع هنذيع، لو مش عايز ابعت لنا 10,000 فيديو. صديقي العزيز، الموضوع مش سهل خالص، وكتير تعرضوا مننا للابتزاز الفترة اللي فاتت، شباب كتير وناس محترمة في مناصب عالية. أنا عارف إن ده حصل بدون قصد أو غصب عنك. صديقي المستمع، أرجوك ما تقلقش.